ما أنا لما الاقي الناس قاعدة بتشتكي من أسعار مصنعات اللحوم والجبن اللي هم أصلا مش صحيين عشان نشتريهم لولادنا، في حين إن خير ربنا مالي الدنيا بأشكاله وألوانه اللي تخليك ما تعملش حاجة غير إنك تقف كده وتقول سبحان الله فيما خلق وأبدع. وبالأسعار دي كمان يبقى كان لازم أتصرف وأعمل لكم البدايل اللي هتوفر عليكم فلوس كتير قوي، ده غير القيمة الغذائية والفوائد الصحية الرهيبة اللي فيها. وأنا هنا بتكلم عن ال5 منتجات الأولانيين. المنتج الأخير ده بقى مفاجأة ولن يفهمه إلا أصحاب الذوق الرفيع. خليكم معايا. أول منتج مش هتبطلي تعمليه أبدا لما تجربيه هو صلصة الفلفل المشوي، وتعالي أقولك على طريقتي المميزة فيها اللي هتخليها بالنسبة لك إدمان. كام فص توم كبار، حبة زيت زيتون كده وتوصي، فرع روزماري، غطي بفويل وعلى فرن هادي لحد ما التوم يستوي ويبقى عامل زي المعجون كده. اهرسيه بالشوكة وضيفيله فلفل مشوي على الجريل أو حتى على عين البوتاجاز من فوق. قشريه وقطعيه حتت لا ناعمة ولا خشنة بالمخرطة بالمنظر ده. ملحي وعبي ببرطمان ناشف معقم، وما تنسيش شوية زيت الزيتون اللي على الوش، واستمتعي. تقدروا تضيفوها للجبنة أو لسندوتشات البرجر الرهيب اللي هوريكوا ازاي تعملوه جوسي ومليان عصارة كده في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، أو كصوص بديل للبيتزا، أو حتى تغمزوها بحتة عيش ناشفة. في كل الحالات تحفة وطعم هينعش كل حواسكم. ويلا بينا على المنتج التاني وهو صلصة الزيتون، ودي بقى السهل الممتنع. ممكن تفردوها على وش البيتزا أو الفطاير كتكنيك احترازي لمواجهة العيال اللي طول النهار ينقوا الزيتون من على وش البيتزا ويرموه، أو حتى تعملوه معاملة ديبنج فاخر كده طعمه يجنن في أيام الدايت الحزينة. كل الموضوع إنك هتحطي شوية زيتون في الكبة وتخبطي خبطتين 3 كده بس عن طريق النبضات عشان تسهلي على نفسك استخراج البذرة، أو إنك تستخدمي زيتون مخلي وما تفرهديش نفسك خالص يا ستي، تقريبا أنا بس اللي غاوية فرهضة. انزلي على الزيتون بتاعك بسرسوب زيت زيتون، وطبعا ليكي مطلق الحرية في التحكم في درجة نعومته أو خشونته. أنا بحب أحس بيه قطع كده ما بنعموش قوي. عبي بقى في برطمانك الحلو الناشف النظيف. وهنا بقى عايزة أقولك إن الصلصة دي مش بس بتتداق، دي بتتداق وتتشم وتتحس. صلصة الليمون كمان لا تقل سهولة عن صلصة الزيتون، يمكن أسهل بما إن الليمون مخلي رباني. وكل اللي بعمله إني بضربه في الكبة مع شوية زيت زيتون، وبقى جاهز عندي أفرده على حتة عيش محمص عليها حتة جبنة وأروح لعالم تاني. تعالوا كمان أعرفكم على الصلصة المقربة إلى قلبي واللي هتخلي اللي ما بيحبش البنجر أو الشمندر يموت فيه، ودي طريقة سحرية تخلي ولادكم يدمنوه. هاتي ورقة فويل وحطي عليها ورقة زبدة وحطي البنجر ولفيه، واعملي نفس الحكاية مع راس توم كبيرة كده وعلى الفرن. أول ما هيطلعوا من الفرن هتلاقي التوم دايب وعامل زي المعجون كده، نزليه في بولة أو صينية كده وهرسيه. البنجر كمان أول ما هيطلع من الفرن هتلاقيه طري وقشرته بتتقشر من عليه بسهولة وسلاسة قوي كده. هتقومي مقطعاه، بس ما تنسيش وانتي بتقطعي ملي عينك بجمال اللون وسمعك بجمال صوت التقطيع ونعومة الملمس. اضربي بقى في الكبة مع التوم المشوي وشوية ملح. أنا كمان بحب أضيف كام فص توم ني كده علشان أعزز الطعم، بس ممكن تستغني عنه. انزلي كمان بسرسوب زيت زيتون، وممكن تضيفي معلقة عسل بتعمل كونتراست حلو قوي، بس أنا بصراحة بكتفي بحلاوة البنجر. عبي بقى في برطمانك الناشف النظيف واحفظيه في التلاجة، واستمتعي بيه فوق الجبنة الكريمي اللي عملتها معاكم في فيديو الجبنة اللي فات، اوعي يكون فاتك، مع شوية زيت زيتون. وكلموني بقى عن جمال الألوان ولا الطعم ولا المنظر. وعلى فكرة ممكن كمان تحطوه في سيرفيس مع شوية زيت زيتون وتقدموه كصنف سلطة أو متبل رائع على سفرتكم، ويمشي كمان مع كل أصناف الأكل. وتخبوا لعيالكم جوه البرجر أو حتى كبديل لصلصة البيتزا، والنبي ما هيقول لأ. يا رب برضو ولادي ما يشوفوا الفيديو. الناس بقى اللي ما بتحبش قوام البنجر وهو معجون كده تقدروا ترجعوا لفيديو السلطات بتاعي اللي عملته لكم فيه سلطة بدريسنج مميز جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات. أنا كمان وأنا بشوي التوم للبنجر تفتقت إلى ذهني فكرة، وهي إني أعمل معجون الزبدة بالأعشاب اللي مش بس فردة منه على حتة عيش محمص هتوديكوا لعالم تاني، لا ده أنا كمان بحشي بيها جلد الفراخ اللي بحطها في الكيس الحراري بعد ما أضيف له شوية إضافات علشان آخد فراخ طرية وجلدها مقرمش وحاجة تفتح النفس كده.
والموضوع بسيط خالص، ضيفي حتة زبدة للتوم المشوي بتاعك وهرسيهم مع بعض مع أي نوع أعشاب عطرية بتفضليها، ورشة ملح لو الزبدة بتاعتك مش مملحة. اهرسي كله مع بعض ورجعيها تاني لورقة الزبدة ولا كأننا عملنا حاجة. أو ممكن تحطيها في قوالب سيليكون وتاخدي مكعب صغير على قد استخدامك في كل مرة لو عاملة كمية كبيرة. نيجي بقى للمنتج الملك حبيب قلبي من جوه اللي هيخليكي تاكلي الرنجة في الخباثة كده وفي أي وقت من غير ما حزب أعداء النجاح اللي عايشين معاكي في البيت يكرهوكي فيها من كتر قولة يع. هاتيلي بقى رنجاية فخمة متدلعة كده وتأكدي إن فيها بطروخ ناشف، عشان ده مش بطروخ، ده كافيار حلاوته كده وهو بيقرش تحت الضرس. وتعالى أقولك على أسهل طريقة تخلي بيها الرنجة. افتحيها من ظهرها كده بالمقص، هتلاقي القشرة بتطلع معاكي بسهولة خالص وحتة واحدة بالشكل ده. اخليها بقى وطلعي اللحم والبطروخ وقطعيهم كده وحطيهم في برطمان وعليهم زيت وممكن عصير ليمون، بس كيفة الرنجة اللي على حق ما بيغيروش طعمها أبدا بالليمون والكلام الغريب ده. احفظيها في التلاجة وطلعي منها بقى وغمسي بعيش بلدي وجنبها بصل لو كنتي محظوظة وبيسيبوكي في البيت تاكليها كده عادي. أما لو كنتي غلبانة زي حالاتي فتعالي أقولك على تكنيك مختلف يحولها لك لمعجون لذيذ كده يتفرد على العيش بمنتهى السهولة ويتاكل بمنتهى الشياكة، ولا من شاف ولا من دري. هاتي بصلاية وحطيها في الكب وعليها قرنين فلفل وبس، عشان كيفة الرنجة اللي على حق لا يضعون طماطم ولا خيار لأنها بتزفر الرنجة، معروفة يعني. ده غير كمان ان الطماطم والخيار هيقللوا مدة حفظ الرنجة في التلاجة للنص. المهم اضربيهم في الكبة كده عن طريق النبضات، اوعي يتعسروا منك وينزلوا ميتهم، انا عايزاهم مفرومين بس فرم خشن بالمنظر ده. حطيهم على جنب وانزلي بالرنجة والزيت في الكبة وعليهم سرسوب من الطحينة الناعمة الصحية اللي الشطار منكم ومتابعيني من الاول عارفين بعملها ازاي. بنعم الرنجة بقى لحد ما تبقى عاملة زي المعجون كده وارجع اضيف عليها البصل والفلفل. عبيها بقى في برطماني الجميل وعلى وشها شوية زيت. بصوا كميتها اتضاعفت ازاي، ده غير الطعم اللي بجد هتدعولي لما تجربوه. وفي النهاية خالص انا عايزة طبطب عليا وعليكي كأم واقول الكلمتين دول. عايزة اقول ان في كل مرة بروح مطعم ونقف ساعة لما نلاقي ركنة وساعة تانية على لما الاكل اللي متضاف عليه 100,000 جنيه خدمة ينزل عينات وملوش طعم، بحس قد ايه اني جنة والقرب مني نعيم. وفي كل مرة بجيب حد يساعدني في البيت ولا في تعليم الولاد وماخدش نتيجة ربع النتيجة اللي بعملها أنا بإيدي، بحس برضو قد إيه إني جنة والقرب مني نعيم. أنا فخورة بنفسي قوي كأم، فخورة بالهالات السودة اللي حوالين عينيا من الإرهاق وبإيديا الخشنة اللي اتهارت منظفات. أنا جميلة بالرغم من كل الدفوهات دي، أنا جميلة عشان طول الوقت بمارس أرقى وأجمل عبادة في الدنيا وهي إن يكون أم. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة جميلة زيكم كده في الكومنتات، عشان لما أعمل الجزء التاني الخاص بالبدايل الصحية المسكرة بقى للساندوتشات توصل لكم على طول. أنا شيماء البهائي.